من الحاجات كمان اللي بتموت العلاقة إكلينيكيا عدم مواجبة التغيير مع الآخر. بمعنى ممكن يكون الشخص ده بقى بيتطور، بقى بيقرا في حاجات مختلفة وبيتكلم في حاجات مختلفة، فبقى بيتكلم أصلا لغة غير اللغة اللي احنا اتكلمنا بيها. مش شرط ان انا بقول نتغير مع الاخر، بس على الاقل افهم طبعه وافهم توجهاته وافهم طريقه كلامه واتطور معاه، لكن مبقاش يتكلم في لغه وده بيتكلم في لغه. فجأة هنلاقي حصل فجوة اللي هم بيقولوا عليها تمن الوعي، دايما بينادوا بيها في الكورسات ان هو تمن الوعي، ان غير ان انت بتعرف عيوب الاخر وممكن ما تقدرش تتعامل معاها، لكن كمان في تمن الوعي ان انت بقيت في حتة وده في حتة. وانا بالنسبة لي ده مش وعي، لان الوعي مش انا ابص على الناس من فوق، الوعي ان انا ابقى انا عندي وعي واعرف انزل اتعامل مع الاخر. فدي مشكله الاتنين، مشكله اللي بيتطور وما بياخدش اللي قدامه معاه، ما بياخدش شريكه معاه، او مشكله التاني اللي هو مش راضي يروح معاه. بنتكلم بقى في التطور المادي، بنتكلم في التطور الفكري، بنتكلم في التطور الاجتماعي، بنتكلم في اي نوع تطور. شخص قرر في حياة ستات اتجوزت وخلفت وده كان هدفها في الحياة والهدف انتهى لحد كده، وهو بيكبر ويتطور وينزل وياخد كورسات. ممكن تقول انا سايباه براحته، مش عامله كنترول عليه وسايباه يروح ويجي ويعمل اللي هو عاوزه، ويا ستي لو ده شايفاه فضل اوكي شكرا، بس كمان بقى بيجي البيت مبقاش فيه كلام نتكلم فيه. فانت على الاقل ما بقولش تغيري ولا حتى امن يبقى افكاره جديده ولا امن تطلعاته، بس على الاقل تكوني فاهمه، يكون في لغه حوار، يكون في لغه كلام، تسالي تروحي تيجي معاه. ونفس القصه لو الراجل، ما تبقاش انت بتتكلم في زاويه وهي بتتكلم في زاويه، ايه اللغه المشتركه اللي بينكم؟ ايه اللغه اللي احنا هنقعد نتكلم فيها؟ زي الامهات اللي احنا بنقول مثلا هي وقف نموها الفكري ان احتياجات الولاد هي الاكل والشرب واللبس، ولما بيكبروا شويه ما بتعرفش تتعامل معاهم، هي بتفضل كل اللي تقدمه اكل وشرب ولبس وممكن شويه هزار، لكن ما بتعرفش احتياجاته النفسيه في المراهقه، ما بتعرفش احتياجاته النفسيه لما بيكبر، ما بتعرفش تواكب تطوره. فانت عدم التطور وعدم ملائمه ده بتحصل ازمات كبيره جدا بتخلي العلاقه تموت اكلينيكيا. نفسها التطور الاجتماعي، حد بيتطور في اجتماعيا وعاوز يبقى في مستوى اجتماعي احسن وعاوز يكون في مكان احسن، يروح هو او هي يقول ما انت نسيتي اصلك، انا كده ومش هتغير، فبيبتدي ينعزل عنها نفسيا او تنعزل عنه نفسيا، مش عاوزاه ينزل معاها في اماكن عشان الناس اللي هي بتتعامل معاهم مش عاوزه ومش عاوزه ومش عاوزه، او مش عاوز ومش عاوز ومش عاوز. نفس السيناريو، انا دلوقتي بقى مستواي المادي مثلا بقى كويس فممكن نصرف ونعيش بطريقه احسن، لا احنا نحوش، لا احنا نعمل، لا احنا كذا. طب انا عاوز اعيش حاجات انا ما عشتهاش قبل كده، فبرضه ده بيموت العلاقه اكلينيكيا. او العكس، حد تدنى اجتماعيا او تدنى فكريا والتاني مصمم يفضل على نفس المستوى مع عدم قدره الاخر، ايا كان عدم التاقلم او عدم التكيف، خلينا نقول تكيف مش تاقلم، تكيف مع الاخر في تطوره سواء بالايجاب او سواء بالسلب. ان انت تسيب الاخر يمشي في موجه وهو في موجة تانية، ده هيخليه لازم الفجوة تحصل وتنفصل عنه نفسيا، وبالتالي العلاقة تموت إكلينيكيا.